هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا يا رب. من وقت للتاني كده بيجي علينا فترة عايزين ننعزل فيها كده عن كل اللي حوالينا. بنحبكم وكل حاجة، بس بيجي علينا وقت كده بنبقى محتاجين كده ناخد نفس عميق ونسترخى ونلملم كده نفسنا. ما بنبقاش معناها ان احنا كارهينكو او مش طايقينكو او عايزين ان احنا نبعد عنكم، لا خالص. الفكرة كلها بنبقى ساعات كتير جبنا اخرنا، وكل الحاجات اللي احنا مرينا بيها الفترة اللي فاتت اجهدتنا قوي، او مجهدين في شغلنا، في حياتنا الشخصية، ايا كان. فبيبقى طاقتنا خلصت، محتاجين بقى نجدد الطاقة دي مرة تانية. فبننعزل كده، نلملم كده شوية أوراقنا، نبتدي نلملم نفسينا كده، وبعدين نبتدي ان احنا نخرج مرة تانية للدنيا عشان نبتدي ان احنا نتخانق مع الدنيا مرة تانية بقى، ونعدي كل اللي جاي. فمن وقت للتاني كده بنبقى محتاجين ان احنا نجدد الطاقة بتاعتنا، فما نفتكرش ان اللي قدامنا هو بعيد عننا. عشان انا اتكلمت في الفيديو اللي فات ان في اوقات ناس بتفلت ايديها، لا هي بتسيب ايدك. في فرق ما بين ان اللي قدامك بيسيب ايدك سوري، وفي فرق تاني ما بين ان ايد اللي قدامك بيحصل لها ارتخاء. ارتخاء مش معناها ان انا افلت ايدي من ايده، مش معناها ان هو عشان تعب شوية وانعزل شوية ان انا استغنى عنه، لا. هو مكانه جوايا، وحقه ان هو ياخد فترة كده يلملم نفسه. ومن بعد الفترة دي بنحس ان احنا اتولدنا من اول وجديد، ان احنا قدرنا كمان في الفترة دي اللي احنا انعزلنا فيها نقيم الاخطاء اللي احنا اخطأناها الفترة اللي فاتت، ونبتدي ان احنا ما نكررهاش مرة تانية الفترة اللي جاية. فعشان كده ناخد بالنا ونفرق كويس من اللي بيفلت ايده خالص من ايدينا، وما بين اللي اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات، وما بين ان الايد اللي قدامنا هي ارتخت كده من ايدي. مش معناها انه هو عايز يبعد عني او عايز يستغنى عني، فانا ما صدق وافلت ايدي من ايده واستغنى عنه للابد، لا. نبتدي نميز ونفرق ما بين الاتنين بس. ميرسي جدا ليكم، وبتمنى ان انتوا تتابعوني وتبعتوا اللينك لكل اصحابكم وقرايبكم. شكرا.